صباح الفل عليك، يا رب تكون بخير. النهارده يوم جديد والدنيا شمس وزي الفل ولذيذة كده اهوت، والمود حلو الحمد لله يعني. فاحنا دلوقتي خارجين رايحين نعمل حاجة كده في السريع اللذيذ بسرعة، وهوريها لكم عشان دي حاجة غريبة عمري ما شفتها في مصر، بس هي موجودة هنا في هولندا. عايز تعرف هي ايه؟ خليك معايا، يلا بينا. طيب احنا دلوقتي داخل السوبر ماركت، بس مش داخل السوبر ماركت عشان اشتري حاجة من السوبر ماركت، انا داخل السوبر ماركت عشان في حاجة جوه السوبر ماركت محتاجها. ايوه هي دي اللي انا محتاجها، مكنة الكاشات. شفتوا انا دوست ايه؟ شوفوا يعني هنا ممكن تسحب فلوس بدون كارت، بدون تليفون، بدون اي حاجة اصلا. في هنا حاجة اسمها كاش كود، تدوس على الكاش كود ING كود، وتقوم حاطط الكود هنا. ايوه حطينا الكود كده، نقوم دايسين 100 وكده سحبنا 100 يورو بدون اصلا ما نستخدم ولا كارت ولا فيزا ولا تليفون ولا حتى الساعة، ولا استخدمنا اي حاجة خالص. تكنولوجيا. يلا بينا. انا دلوقتي وصلت البنزينة، يلا بينا نحط بنزين، يلا بينا فولتر في البنزين. وانا واقف كده بحط بنزين في العربية، كنت حابب اقول لكم ان هنا مفيش حد يخرج من جوه يقوم حاطط لك بنزين في العربية ويحاسبك ويغسل لك الازاز وكل الكلام ده. لا يا بابا، هنا كل حاجه سيلف سيرفيس. يعني ايه سيلف سيرفيس؟ يعني انت تعمل كل حاجه بنفسك. يعني انا دلوقتي انا اللي بحط بنزين لنفسي، وكمان شويه هزيق الازاز وانضفه واخش احاسب وكل حاجه بنفسي. شغل الكسل بتاع مصر دوت ان انت تفضل قاعد في العربيه. باشا بقى، ما انت اسمك معاك عربيه. مفيش هنا الكلام ده. خلاص كده حولناها، كانت عطشانة قوي بصراحة. حطينا بنزين بكام؟ ب69 يورو و50 سنت، واللتر دلوقتي بيورو، يعني قول 89 سنت. اهو انا دلوقتي يا جدعان بعد ما دخلت وحسبت، من حقي ان انا انضف ازاز العربية شوية. وهنا عندك الجردل ده، يلا بقى من قدام. أوه. ايوه كده. طيب انا دلوقتي ركبت العربية، الدنيا بتليل فمشغل الاضاءة، فممكن يعني الاضاءة تكون اوفر شوية، بس المهم انا دلوقتي يعني انا بصراحة روحت ريحت شوية، فالساعة دلوقتي 10:10، فانا هاخدك معايا ونروح نشوف حاجة ناكلها وبالمرة نعمل لها ريفيو. انا بفكر بصراحة اخدك معايا للماكدونالدز عشان تشوف الفرق ما بين الماكدونالدز في مصر والماكدونالدز هنا في هولندا. ايه رأيك في الفكرة دي؟ فكرة حلوة. وادينا وصلنا الماكدونالدز اهوت، هو دوت الماكدونالدز هنا في هولندا. فيلا بينا بقى نخش ناكل عشان انا جعان بجد. يلا بينا. طيب يا جماعة أنا وصلت دلوقتي، جبت بيك تيستي ببطاطس وكولا، يعني كومبو. هم دولت. هفتح البيك تيستي دلوقتي، بس خلونا نشوف بكام الكلام ده. يعني الوجبة ديت كده بكام؟ ب14 يورو 75. هي دي دوت صوص، أحلى صوص في الكون دوت بصراحة. يعني أنا ما يعني دوت أنا بعشقه حرفيا. ودوت البطاطس وادي الكولا. خلونا نفتح البيك تيستي. انا بجيبه بدون بيكن عشان هنا بيحطوا عليه بيكن، بيحطوا عليه خنزير. الكايزر نفسه حرفيا كاشش خالص، خس كتير الباتي والطماطم والصوص بتاعه. يلا خلونا بقى ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. من اول نفتح الصوص ده، احلى صوص دقته هو دوت الصوص البطاطس. بسم الله. يلا بينا. شوفوا يا جماعة المنظر، جوسي يعني بصراحة، معمول حلو وطعمه أحلى. جامد بصراحة. Er zit zo weinig. Nee,
Ja, mis. Maar dan ook geen heel هي البطاطس مزيدة شوية زيادة عن اللزوم يعني. Ja, want ik ben natuurlijk sowieso eigenlijk echt niet ik wil gewoon ماشي. تقييمي العادل بقى، يعني هو الاكل بصراحه كطعم حلو، بس البطاطس مزيده شويه، الحجم صغير حبتين. هي البطاطس كانت مليانه بس حجم البرجر نفسه كان صغير، والكولا مش ساقعه قوي يعني. 8 من 10. لا 7.5 من 10. 7.5 من 10. طيب التقييم بتاعي كان 7.5 من 10، مع اني صورت حلو قوي المرة دي، بس للأسف الميكروفون كان مقفول ودي حاجة وحشة جدا. المهم انا وصلت العربية دلوقتي تاني، يعني من الاخر كده 7.5 من 10 للماكدونالدز هنا في هولندا. انت قول لي في الكومنتات بتقيم الماكدونالدز في مصر كم من 10؟ عايزني اقيم اماكن تاني او اكل اكتر او حاجات تانية؟ عرفني برضو في الكومنتات. اخوك هنا في هولندا، انت تقرر انا اعمل ايه او حابب تشوف ايه وانا هعمله لك. تمام؟ اتفقنا يا كبير. حلو كده. كان معك سيف امبابي من قلب هولندا. سلام.